أنت الذي من نورك البدر اتسم والشمس مشرقة بنور ذهاك والشمس مشرقة بنور ذهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بك قد سمت وتزينت بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية وخير. يومنا النهاردة يوم جميل، زي ما بيقولوا كده الساعة البدرية منسية، تقضي فيها مصالحك وتشوفي كل أحوالك وما تحسيش ان اليوم عدى عليكي أصلا. يعني عايزه اقول لكم ان انا اكتر حد بيقوم متاخر، لان انا يعتبر تقريبا يعني ببات الليل سهرانه. فالحمد لله امبارح كان في استثناء كده، يعني نمت في اول الليل شويه ففوقوني بقى بقيه الليل. من قمت على حوالي الساعه 12 واحده كده، كملت بقى لحد ما هتشوفوا معايا في الفيديو. وبعد كده ريحت ساعتين وقمت كملت يومي عادي. بس اهم ما في الموضوع ان احنا لحقنا ركعتين ان شاء الله اخر الليل اللي هو قيام الليل، ولحقنا صلاة الفجر، دي اهم حاجة. ويا رب يعني يجعلها نعمة كده وتدوم علينا دايما يا رب. قمت بقى زي ما شفتوا كده، اتوضينا وصلينا، وبعد كده دخلت المطبخ. طبعا ما كانش لسه حد جاب عيش يعني، فكان عندي عيش بلدي كده من عند جيراننا، ربنا يديهم الصحة يا رب. معمرين الفريزر بتاعي والله بالخبز بتاعهم الجميل ده. فلقيت رغيف كده فسخنته زي ما انتم شايفين كده، وخدت نص مش كله والله، نصه. وعملت لي سندوتشات بقى، سندوتش واحد بجبنه، يعني السندوتش ده خليط كده ما بين جبنه حادقه، جبنه قديمه يعني، وما بين جبنه تلاجة مع طماطميتين مع قرن شطه، وكمان حته لفت حاجه كده مزاج يعني. اكلت السندوتش وعملت كمان كوبايه شاي، وفطرت اول يوم، يعني اول مره افطر في التوقيت ده بعد صلاه الفجر. بس زي ما قلت لكم بقى الساعتين اللي نمتهم في اول الليل على غير العاده يعني فوقوني بقى بقيه اليوم. المهم بقى لو انت وصلتي معايا لحد السندوتش كده، صلي على النبي وحطي اللايك، وما تنسيش كده كومنت حلو كده من قلبك، يعني يقويني كده على ان انا اكمل في القناه دي. اهم بقى من ده كله دعوه لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا اللهم امين، ربنا يجبرهم جبرا كريما اللهم امين. دعوه لامواتي واموات المسلمين جميعا، ربنا يرحمهم رحمه واسعه اللهم امين. ونبتدي بقى الفيديو بتاعنا. انا في الفيديو ده عامله وصفه كنت عملتها معاكم قبل كده، بس بصراحه من جمالها ولادي طلبوها مني تاني، فبصراحه قلت وايه بقى يعني. طبعا انتوا بتبقوا عارفين دايما النيه، انا داخل المطبخ ما في نيتيش اصور، فالاقي الحاجه كده الاقي نفسي في نص الوصفه، لا انا حبيت اصور. بس طبعا انا كنت قايله لكم يعني العجينه دي انا عملتها ازاي، احنا عملنا قرص. بس هو مش الفكره في الوصفه، يعني انا مش بصور عشان هي الوصفه، هو اليوم ازاي حد زي مثلا بيقوم الظهر، بيقوم الساعه 12، بيقوم الساعه 1، تقوم تبتدي يومها من بدري كده، وايه اللي عملته طوال اليوم حاجه حلوه. فعلا انا جربت سهر الليل، جربت القومان بدري. عايزه اقولك ان انا يعني قمت بكل طقوس الحياه زي ما بيقولوا. يعني ممكن اطبق، بس يجي بقى في اليوم التاني ده من تطبيقي كده ابقى لازم اغفل لي ساعتين عشان اعرف اكمل بقى. لكن انا مش من الناس
اللي ممكن تاخد الليل من اوله نوم والكلام ده، ما بعرفش اعمل كده. نمت زي ما قلت لكم كده، نمت في اول الليل بصحى في اخر الليل، فبطبق لتاني يوم. فده مشكله معايا، انا مش عارفه هتجنبها يعني. المهم يعني هي دي كانت الفكره، ان انا ازاي حد بيقوم متاخر يعود نفسه يقوم بدري. فدي بتبقى حاجه حلوه يعني. انا جربت ان انا اقضي مصالحي بدري، اليوم بيبقى كله بركه، وحاسه ان اليوم طويل وحلو وساعاته كتير وبتقدري تعملي فيه حاجات كذا حاجه يعني. طبعا لما بتبقي بايته سهرانه، لان انا طبعا من الناس اللي لما بسهر ببقى قاضيه مصالحي يعني، كنسه شقتي ومروقاها. انا بقى فوتكم في الحته دي. هنا يا جماعه انا جايبه كتكوتين كده محضناهم، فحاطه لهم الكرتونه دي ولمبه، وهم معايا في الشقه على فكره، دول ضيوف الايام دي يعني. الجو ساقعه، فبصراحه انتوا عارفين الكتاكيت البيضه غاليه، فخفت اسيبهم في المحل تحت، فاضطريت ان انا ايه يعني استضيفهم عندي في الشقه الفتره دي لحد ما اشوف اخرتها مع امي، لان طبعا بقعد يعني ادخلهم كل شويه. فالحمد لله هم مشرفيننا الفتره دي، فربنا يسترها يعني. كنت عجنت العجين بقى زي ما قلت لكم. العجينه دي انا عجنتها قبل كده وقلت لكم طريقتها عامله ازاي. سهله وبسيطه يعني. بتحطي السمنه على اللبن بودر، برضو ما كانش فيه لبن حليب، مش عارفه هو مش موجود الايام دي ليه. وشكلهم هيصدروا البهايم بتاعتنا، ومش هنلاقي لا لبن ولا لحمه ولا حاجات من الحاجات دي. المهم يعني ده مقدار كيلو من الدقيق او كيلو ربع للامانه يعني. وزي ما قلت لك بقى الخميره مع السكر مع اللبن، لبن البودر او لبن حليب لو انت عندك عادي، ومعلقه خل وسكر ورشه ملح، وبس كده. وبتحطي بقى كله على بعضيه، وتحطي دي وتفضلي تعجني فيها لحد ما تتظبط معاكي. وبعد كده وسمنه او زبده، انا العجينه بزبده. بقطع التقطيع الحلو ده. بصراحه ولادي بيفرحوا قوي لما يقوموا الصبح يلاقوني يعني يتفاجئوا ان انا عامله حاجه. فهما بيبقوا نايمين، ماما نايمه، فيقوموا يلاقوا في هو ايه يا ماما انت هما بيبقى في حد انت مسخراه يعني يعمل لك الحاجه دي بالليل وبنقوم نلاقيها. فارك بنتي والله بتاكلها ليه. انا نفسي اعرف ماما انت بتعملي القرص دي امتى. فبصراحه هما بيناموا يعني شايفين ماما نايمه مثلا، او انا ما بعرفش انام قبل ولادي يعني، لازم امن عليهم كده وانام وهم نايمين. فهم شايفين يعني ان انا مش في النيه حاجه زي كده. فيقوموا الصبح يلاقوا ايه قرص سخنه ياكلوها، فبتبقى فرحه يعني. بصراحه لما بشوف ان هم مبسوطين بالحاجه دي، فربنا يخلينا. انا بقول لكم بيجي لي شلل لما باجي اتكلم معاكم. يخلينا لاولادنا، ويخلي اولادنا لينا، ويحفظنا ويحفظ امهاتنا، اللهم امين. وجود الام في البيت نعمه وبركه. وبقيت قوي احس يعني بحسها قوي فيا الفتره دي، اني انا ما اعرفش استغنى عن ولادي يعني، ولا يعني ما اعرفش. انا يومي بيعدي ما بين يد في الدرس، طب ارجات، طب يد راح، طب المهم يعني حاسه ان فاشتياقي لولادي زاد كتر عن الاول. اللي هو لا انا عايزه اجمعهم، عايزه اقعدهم. بفرح في اليوم اللي يقولوا لي يا ماما احنا ما عندناش درس النهارده، ما عندناش تدريب النهارده. والله بيبقى جواني فرحه كده، بيبقى جوايا فرحه غريبه يعني. بستغرب وانا انانيه للدرجه دي. فمش عارفه لما هيتجوزوا انا هبقى يعني ما يوصلوا لسن الجواز كده حياتي هتبقى عامله ازاي. فربنا يحفظهم ويبارك فيهم. وكمان عشان انا جوزي مش متواجد معانا على طول يعني، هو ممكن يجي يوم او يومين في الاسبوع، فخلاص رتبت اموري بولادي يعني، ما اعرفش اتحرك من غيرهم. وتعليقي بولادي حاليا كان نفس تعليقي بجوزي زمان يعني. طبعا احنا متعلقين بيه برضه، بس يعني ايه الولاد بقى لهونا، ما بقى زي الاول الموضوع برضه. كنتش تعرف تاكلي الا لو هو موجود معاكي كده. فمعرفش انا لو ولادي دول مش معايا انا كانت حياتي هتبقى عامله ازاي. فربنا يديمهم نعمه في حياتي يا رب، اللهم امين. نرجع بقى للفيديو بتاعنا عشان انا ست رغايه قوي. المهم يعني القرص بتاعتي بقى زي ما انتم شايفين كده، انا مش بغطط يعني، بخبط عليها خبطتين 3 كده هي بتفرد معايا. بحطها بقى واسيبها لما تخمر. هنا بقى بعد ما خلصت العجينه كلها دخلت ريحت ساعتين بقى، سبتها بقى وامنت عليها وسبتها تخمر براحتها. هي ما بتخمرش قبل يعني قبل التقطيع، لان هي في وقت التقطيع ده بتبقى خمرت شويه. فانت خمري بعد ما قطعيها وشكليها وحطيها في الصواني. وطبعا الصواني بتاعتها انا قلت لك قبل كده ما بتدهنش حاجه، لان هي
عامله زي الكحك كده، ما بتدهنش حاجه، بس طبعا هي بتبقى قرص طريه يعني مش ناشفه زي الكحك. فبتحطيها في الصواني وتسيبيها بقى ايه، هي بتخمر براحتها. فانا نمت بتاع حوالي ساعتين، ساعتين ونص كده. ساعتين ونص ايه، ايوه نمت في الحدود دي. المهم يعني انا قمت لقيتها خمرانه ومظبوطه والدنيا تمام. وبعد كده رحت ايه مسوياها، وطبعا انا سويتها معاكم وهتشوفوها معايا في الفيديو، حلو قوي وهتعجبكم ان شاء الله. وبصوا بقى، لو انت بقى استاذه تولين هنا كانت صحيت، عايزه اقولك ان انا ممكن تولين تسهر معايا، تنام ساعه او يعني تخطف ساعه كده، وبعد كده تصحى معايا تاني، بعد كده تنام. فهو نومها مرتبط بنومي، فعشان كده احنا ما بنعرفش نقضي مصالح من غير بعض. يعني ممكن اكون سهرانه بالليل هي معايا، قايمه بدري هي معايا، فربنا يحفظها، مغلباني والله. بصي بقى اللي انا بقطعه، انا عندي طبعا عجين، وعندي اللي انا قطعته اللي متقطع ده بسيبه يخمر شويه، وبعد كده مش بسيبه يخمر، بسيبه لحد ما اخلص التقطيع واشكل العجين، وبعد كده برجع اقطع عجين تاني عشان خاطر الخمر بس. فهنا كده كنت بظبطها في الصواني، هنا كنت عاملاه زي شكل فين، وكان طالع حلو قوي والله، وطعمها كان حلو جدا. كانت مفرغه حلوه، سمنتها مظبوطه، سكرها مظبوط، كل حاجه فيها مظبوطه. القرص دي انا حبيتها بصراحه، يعني انا عجنت بكذا طريقه قبل كده، بس العجينه دي عجبتني، يعني النتيجه بتاعتها عجبتني. غير كده كمان هي ما بتحتاجش خمر قبل التقطيع، حته خمر بعد التقطيع دي وتسيبيها متخمره في الصواني، دي حاجه حلوه مريحه. هنا بقى كنت شكلتها خلاص، وهسيبها بقى لما تخمر، وبعد كده او هنا هي كانت خمرت، المفروض هنا كانت خمرت، وبعد كده المفروض ان انا هدخلها الفرن على طول بقى. وهي بتحطيها على درجة 180، ويكون طبعا فرن مسبق التسخين، وبتسيبها بقى لما بتاخد معاكي وتستوي كده. انا بالنسبه لي ما بشغلش الشوايه، لان اصلا الشوايه عندي بايظه، والفرن الغاز او الفرن اللي هو ده الاشعال دي كان اللي هو الغاز العادي البلدي اللي بنخبز فيه، يعني اللي هو بتاع الخبيز، معلهوش انبوبه. هنا شوفوا كانت صحيت بقى، والمفروض ان هي ايه، مش عارفه هي كملت معايا لحد ما خلصت ولا نامت، مش فاكره. هنا ابتدت تاخد معايا لون بقى القرص بتاعتي، وبعد كده بقى كان عندي حبه مواعين، قلت بقى ايه اشطبهم وانا واقفه كده، عشان خاطر يومي يبقى رايق، ما بقاش محتاجه حاجه، وبقى دنيتي تمام. احلى حاجه بقى انك انت تقومي تبقي مصالحك مقضيه، او بالليل كده طبعا انا وانا جوزي هنا ما بعملش حاجه يعني تقريبا، ممكن اخطف غسيل مواعين ده وهو في حته، يعني ممكن يكون نزل هنا ولا راح هنا ولا راح يصلي او حاجه، لكن طول ما هو موجود لا انا يعني ما بقفش كتير في المطبخ كمان. يعني في اوقات كتير اما ببقى مظبطه اجازته ببقى كمان مجهزه الاكل، يعني دوبك على التسويه بس. فدي احلى حاجه انك انت لما يبقى جوزك اليوم اللي هو جاي فيه. مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، لان انا كل ما بنتكلم في الموضوع ده بيحصل نكد، فمش هتكلم في الحته دي. المهم نظمي وقتك وكده هيبقى في انك انت تعملي حساب ان هو موجود، يعني ما يبقاش هو موجود انت تروحي شغاله على الغسيل، تروحي ماسكه المواعين ده حكايه الكلام ده. فحاولي على قد ما تقدري الدنيا تبقى ايه رايقه حوالين منك الفتره اللي هو بيبقى موجود فيها. المهم بقى هنا بقى خلصت المواعين بتاعتي وظبطتها الحمد لله. وبعد كده بقى هنا كانت في صواني في الفرن، يعني الصينيه اللي بتستوي انا بطلعها واسيبها في الفتره اللي القرص بتستوي فيها. انا بعمل ايه، بغسل فيها المواعين. طبعا كانت الشقه من بره الحمد لله رايقه، يعني هو دوبك كان كنيس بسيط كده، فطبعا ما صورتوش معاكم، لان انا في الكنيس والحاجات دي بحتاج حد يصورني، لان انا جربت قبل كده صورت في فيديو، انا اللي صورت لنفسي، فما حسيتش ان في يعني ايه الفيديو مش ما فيهوش تفاصيل، مش عارفه، مش زي ما يبقى حد بيصورني وانا ماشيه وكده هو مراقب الكاميرا كويس اني ما ظهرش او حاجه، بحكم ان انا ما بظهرش يعني. فلا ما بيبقى في حد في الروتين عموما بره، لا لما حد بيصورني بيبقى افضل كتير من ان انا اصور نفسي. لكن في المطبخ بسلط الكاميرا واظبطها وخلاص، باخد الكادر بتاع التصوير وخالص على كده. هنا بقى الحوض عندي، كنت طبعا الحاله اللي انتوا شايفينها دي كنت انا عاجنه فيها، فكان فيها بواقي بسيطه كده فقفلت معايا الحوض. في حاجه حلوه بقى كنت بعملها في الحوض ده، بس طبعا لما بتبقى الميه جايه جديده عشان السخان
بعد ما بخلص المواعين كده واغسل الحوض بروح قافلاه بفويل، اروح قافله المصفى بتاعته، واروح حاطه مشغله السخان الميه على السخن قوي، واملى بيها الحوض. وبعد كده اروح برافعه باي حاجه، معلقه ولا بسكينه، بس يكون بقى ايه، حاطه رابسو، حاطه كلور. ممكن تكوني كمان عندك اللي هو البوتاص، حطيه برضو، وسيبيه بقى هو ايه، هياكل بقى في الحوض براحته. المهم بقى، انت شايفه القرص بتاعتي اهي طالعه ما شاء الله جميله. اول ما بتخرجيها من الفرن بتروحي مغطيها بفوطه كده، يعني رشرشيها حبه ميه لو عندك بخاخ او حاجه، وبعد كده بتغطيها بفوطه والكيس اللي انت شايفاه ده. القرص هنا كانت حلوه وجميله. طبعا هي اول ما بتطلع من الفرن بتبقى يعني مش طريه قوي زي ما بتقعد، يعني كل ما بتقعد بتطرى اكتر. طعمها كان حلو بصراحه وكانت جميله. عايزه لو انتوا معايا وسامعين تورين بنتي بتقول لاخوها دودو يا ولا بتدلع ايات وتقول له دودو يا ولا دودو. دي كانت وصفتنا. اشوفكم على خير بقى في فيديوهات تاني اجمل واحسن. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير. مع السلامه.